السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسرار العملات المصرية القديمة. اتكلمنا في الفترة اللي فاتت عن مجموعة النسر ولسه هنكمل المجموعة دي، مجموعة البرايز والشلينات والمليم اللي بتحمل وجه النسر في فترة الستينات والخمسينات والسبعينات، وعرفنا إن هي بتجيب مبالغ كويسة جدا، بس المهم حالة العملة تبقى ممتازة. النهاردة هنتكلم عن عملة ورقية هي منتشرة ومش قليلة، يعني عشان محدش يقول إن هي قليلة، لا هي موجودة، بتبقى بالشكل ده، وهي عملة الجنيه. بتحمل وجه توت عنخ آمون، وبيبقى مكتوب هنا أتعهد بأن أدفع لحامل هذا الطلب 1 جنيه. ده صادر من البنك المركزي المصري. ده بيعمل من حركة من 2000 ل 3000، وفي منه بيعمل 1000. كل ده على حسب الورقة، على حسب قوة الورقة وخامتها، هل متحافظ عليها ولا متدمرة. يعني اللي في ايدي دي بنسبة 30%، والوجه الآخر لها بيبقى وجه المعبد زي ما حضراتكم شايفين. تحمل توقيع عبد الحكيم الرفاعي. دي بتعمل من 1000 ل 3000 زي ما احنا قلنا، على حسب حالتها وجودتها، هل هتعيش ولا خلاص الرطوبة أكلت الورقة نفسها. كل ده بيقيم لها شركات معينة بتقيمها وبتقول سعرها الأصل بالظبط. تابعوني على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور وتابع كل جديد، وعلى اليوتيوب باسم القناة محمد حكيم بورسعيد. بكرر اسم القناة على اليوتيوب، اعمل بحث عن محمد حكيم بورسعيد هتظهر قدامك القناة. سجل اشتراكك واعرف كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.